ايه والله يا اولاد، لولا اكل العيش الواحد ما كان عاشر بشر نهائي. لان الشهاده لله بنشوف اشكال انظف ما فيهم، واكل ورث اخواته وبيوجع بين الخلق وبياكل مال اليتيم وبيشهد زور، تشتغل معاه ياكل حجك، ناقص له بس يوقد بنات ويبقى من كفار قريش. واللي كيدني ان الاشكال دي هي اللي نجيت في سفينه نوح. اللي غيركم كان شكلهم عامل ازاي؟ ايه لولا اكل العيش الواحد كان يقفل عليه داره ويقعد كده مع خيبته وحظه الاسود. المسبوخ صبغه اصله لا بتبهت ولا بتطلع في غسيل ويندب براحته. قالوا البعيد فجري، انا قلت من يوم 20 في الشهر ببيع انا هدومي، ويوم ما حبيت اتدلع غلوا علينا الاندومي. انما اكل العيش بقى بيكبر. الناس قالوا لي اشتغل حر، قلت وماله. قالوا لك تجارة الاعضاء بتكسب، قلت حلو حلو وانا مرزق. جبت 10 فرخات وابتديت يا مولانا بقى ابيع وراك وصدور وكبد وقوانص. الناس كلها بقت نباتيه فيشيتيريان. ولاد الحلال قالوا لي لا، احنا في عصر الماركتينج. يعني ايه الماركتينج ده؟ قال لك تسويق. تسوق. بقيت اقعد على القهوه من صباحه ربنا اجيب في سيره الرايح واللي جاي عشان اسوق سمعته، ما كسبتش ولا مليم. قالوا لا مش هو ده التسويق. تسويق يعني بيع. قلت وماله. جبت بضاعة ونزلت على الميكروباص والأتوبيس وبيع، والواحد خجلان ومش وش الكلام ده، بس قلت وماله أكل العيش. بقيت أقول صلوا على رسول الله، احنا لا بنشحت ولا بنقول لله، وجايين نبيع بما يرضي الله. معايا فلاية تنزل 100 أملاية، نزلت 90، فلوسك عندي. معانا اللي بان واللي ما بانش. معانا شربة عم محمود، تشرب الشربة ينزل الدود. ما عندكش دود اشتري الشربة، ولا عايز شربة ولا دود خد عم محمود وينوبك سواء. ما كسبناش حاجة. قالوا لك لا اشتغل براس مال غيرك. يعني ايه؟ مندوب مبيعات. قلت وماله نجرب. رحت اشتغل مندوب مبيعات. قالوا لي الشرط الوحيد المنطقة اللي تنزلها ما تعودش تنزلها تاني. قلت وماله كلامكم على نفسيكم، انت تمشي كلامك على مرتك مش عليا. هنسوق ايه يا مولانا؟ قال لك هنسوق شامبو. ايه شامبو ده؟ تغسل بيه الشعر. قلت وماله. خدت الشامبو ونزلت كده على منطقة شعبية، شكلنا ناسنا اولى بالحاجات الحلوة دي. ويلا قرب بقى معانا شامبو يبعد القريب ويجلب الحبيب ويقوي الصحة ويمنع الكحة. الناس بقت كده يا مولانا. العربية كلها فانيت عن اخرها، ما بقاش فيه ولا ازازة شامبو. رجعت الراجل كان يعني ناقص يبوس يدي، اعتبرني اسطوره من اساطير التسويق. تاني يوم اداني عربيه انزل ابيعها، انا ما سمعتش كلامه ونزلت نفس المنطقه، وعينك ما تشوف الا النور، وكاني دخلت قريه القرع يا مولانا. ايه ده؟ حرمه زي ذكر مفيش شعر. اول ما شافوني قالوا هو ده، وعينك ما تشوف هجوم ولا هجوم التتار في فيلم واسلاماه. صحيح التسويق بيكسب. انا كان مكسبي 6 شهور اقامة في عنبر الكسور. ايه بحكي لك كل ده ليه؟ عشان ما تفضلش حاطط ايدك على خدك وقاعد شايل الهم. لا، قوم دور لك على وسيلة انتحار واخلص بيها من همومك. قالوا البعيد فاجري، انا قلت من يومي وحنيت يا دنيا ظهري بيعتيني هدومي. قالوا البعيد فاجري، انا قلت من يومي